white or orange. Another way that you can embrace the season is by switching up your regular recipes for ones that are actually for fall. I feel like I was really in my baking era last year and it was so fun. I got out of it because I was like وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يا جماعة أنا الراجل نزلني في حتة تانية غير اللي أنا يعني هو جايبني منها عشان كان بيفكر كده. سبحان الله عشان أنا عجبني قوي شكل السلك ده والشيء ده، أنا مش عارفة هو ايه بصراحة، وكنت هموت بجد واقفة عنده. بس سبحان الله يعني اللف عشان نفك يعني وكده، فاضطريت ان انا ارجع من هنا تاني ماشي. مش عارفه يعني ايه الحلو بكده وانا متاخره، بس مش مشكله. المهم ان انا عجبني بجد شكله قوي، المشكله مش عارفه ده سيرك كده ولا محل ولا ايه. اتمنى يكون سيرك يعني مش عارفه ليه اتمنى يكون سيرك، مش مشكله. يلا المهم ان انا متاخره، المفروض امد، بس يعني عندي بجد لا مبالغه مش طبيعيه. وبرضه حرفيا المايك تحت قوي، يا رب تكونوا سامعيني. في وانا بصور دلوقتي وبوريكم اللي هو المحل او السيرك ده، في واحده يا لهوي فضلت تبص لي بصات، وقفت حرفيا. هي كانت بتتمشى عادي، وقفت حرفيا تبص عليا وانا بتكلم مع الكاميرا. عارفين ان احنا الصبح مفيش حد في الشارع وانا قاعده بتكلم مع الكاميرا برضه يا جماعه. انا اوفنس برضه ماشي. وقفت حرفيا، انا خفت الصراحه، مشيت لان لقيتها وقفت وتنحت كده وبصيت لي باستغراب، فحسيت ان هو ايه دي اشاره ان انا امشي صح. يا جماعه قولوا هاي للفلوج، قولي هاي يا ساره، قولي هاي، قولوا هاي يا شباب. مش اي حد بره مع الريسبشن عشان تبداوا تدخلوا الناس. ماشي كمان ربع ساعه كده. الباب اللي انا مش عارفه افتحه ده. اسمك بسرعه ايه؟ انا عايزين نظبط براحتك. احنا وزعنا تقسيم تاني، خرجنا بس من بره رحنا لحد واقف على الباب. بصوا يا جماعه بقى، عرفوا نفسكم للفلوج. ساره منزله
المنزلة من المنزلة. منزلة مش منزلي اللي بتقول عليها دي. والله هم اللي بيقولوا. على فكرة هدير محمد بورسعيد عادي. من بورسعيد عادي، وانا كهروية عادي جدا مش مشكلة. القاهرة ده أهلية بورسعيد. 3 محافظات ما بيجتمعوش. ايه ده ما بنجتمعش اللي احنا مع بعض اهو. ما احنا اهو، بس احنا بس فلاحين. نو اوفنس الفلاحين يعني، بس احنا تمام، احنا بنتعلم مش مشكلة، بنتعلم البورسعيدية. لا انت جاي تتعلمي يعني، بيقولوا علينا بلطجية بره. جاي تتعلمي بجد؟ ايه؟ جاي تتعلمي ايه؟ والله انا ما اعرفش، انا بقول لك فلاح. صحابي اللي من المنزله ما كانوش بيرضوا اهاليهم يجيبوهم جامعه بورسعيد عشان بيقولوا لهم هتلاقي واحد طلع لك بالسكينه طلع لك ما بمطوه. تهزريش، ده شكل الجامعة حلو. نصهم نازلة اساسا يعني. شكل الجامعة حلو. قسما بالله ده كان فكرهم. من المنزلة اساسا. عشان انا ما دي كنتش اصيله يعني، فاهمه البنت دي بتتكلم ايه؟ فاهمه اللي هي بتتكلم بجد. هي قريبة منكم برضو 24 سنة قاعدة فيها برضه يعني في ايه؟ وجت القاهرة قعدت برضو 5 سنين. 5 سنين في القاهرة برضو، فيعني فلاحة القاهرة سيكا حاجة بسيطة يعني. المهم انتوا متحمسين لإيه في الإيفنت؟ التوكس اهم حاجة. بالتوكس الصراحة بصراحة أول مرة أحضر حاجة زي انا دي. مبسوطه ان انا معاكم يعني، مبسوطه من زمان ما الفولنتير حضرتش معاكم يعني، organizer. ناس جميله كده فاهمه. لا والله زمان انا بقالي مبسوطة سنة. اكتر ان انا يعني حاسة الفايبس القاهره حلوة بقى والناس ياخدونا جميلة. ياخدوني معاكي. عايشين لا والله انا اللي عايزة اجي. والله تعالي احنا نلففك يوم وانت لففينا يوم. ماشي، بس يعني اتمنى ان احنا نعدي بس في القاهرة في اي حتة. انا ما بحبش اتكلم عن القاهرة عشان بزعل قوي. المواصلات صعبة قوي. مجرباها. المواصلات وحشه وحر جدا. ليه أطلع أجري ورا الأتوبيس في مدينة مصر؟ لا احنا ما بنجريش، احنا ما بنركبش اصلا. لو ركبت الراجل هيبص. تجريتي وتجيبتي، هي بتقول لك ما وما بتجريش لقيهوش. عشان ما بتركبش. ورجعوا بيقول لي امشي الراجل للعباسية بيقف ما بيرضاش يركبني، هو كده ما بيعجبني. انت من القاهره بنت بلدي لا مش مركبك. انت ما تعرفيش السيد بقى، انا عارفاه بيقف بيقول لي يا دكتوره. يا دكتور بيبقى عارفني لو سمحتي حافظني خدت 5 منه سنين. سنه تشتغل عليها قبل كده 5 ولا ايه؟ سنين لا رايحه جايه 5 سنين. طب اسنان يا جماعه، طب اسنان. قولي تخصصك. اخصائيه ان شاء الله. ما شاء الله يا جماعه. طب ممكن انتظروا الدوكيومنتيشن عيني بس تعرف كده. دوكيومنتيشن للايفنت كله، وان شاء الله ربنا يستر. انا وساره ايفنت مانجر، فربنا يستر. ده يعني دي مشكله. دي مشكله غالبا. هناكل امتى ونعمل كل الحاجات دي. احنا عاوزين تيجي نروح نفطر. تيجي. ايفنت مانجر الاثنين سايبين الايفنت جعانين قوي، بس مش هينفع نقول عشان احنا انت قلتي عشان شهور اول مره وشي يشوف الشمس. احنا كده هنصيح لحد بكره، فنشوفكم يا جماعه بقى في We are having so much fun, communication, new experience كده. الدنيا لطيفة الصراحة. أتمنى إن المايك يكون شغال عشان ما صوتش. استني يا بنتي. في هاي الفلوج. كله تحت السيطرة. تعيش الشجرة. معلش يعني لو قولوا لي كده انتوا سامعيني كويس ولا لا. وانا عارفه انه في ناس مالهاش احنا النهارده بنتكلم عن المنح الدراسيه. مبسوطه قوي ان احنا النهارده مبسوطه ان في ناس كتير قوي مهتمه بالموضوع ده. زي ما انتوا عارفين هي كريتيفا هنا طبعا مركز للابداع، فان احنا بنسبورت الشباب في حاجات هم محتاجينها، وان احنا حتى كلمه منحه هي استثمار. جهه معينه او اورجانيزيشن، حكومه، شخص بيستثمر فيه علشان ليا والشكل اللي يعجبني. ودلوقتي انا بلف المحافظات وبروح في كل حته في مصر، وهنكمل كمان بره مصر علشان نساعد كل شخص ان هو يكون خريج منح، ان هو يستفيد، يقدر يكون عنده انترناشونال مايند سيت علشان يغير نفسه. كنت بشوف الايسيز، فكنت ببقى قاعد انا مش عارف هو عايز يقول ايه. بيطرقع. اخيرا قعدنا يا جماعه. انت عارفه انا لو رايحه اقول له لسه دلوقتي ان انا ضارب وجعني كان رايح فين يا استاذه ملكه؟ على اليوتيوب ان شاء الله. يا نهار ابيض. وبعتيلي الصفحه بتاعتك بقى عشان ايه رايك في التوك بتاعت اساس؟ جامد. بس
جامد جدا. جامد، يبقى احس بالجمدان اما اقعد، عشان انا من الصبح واقفه فما بقتش مش حاسين باي حاجه عشان احنا واقفين. مش مشكله كله عشان خاطر المنح والحياه والايفنت يمشي زي الفل. صح حاجه. انت سامعني؟ قولوا قربين كده. طب احنا هنبسم اللي سامعني كده سقف سقفه. لا تعبانه خالص. تاني. اللي سامعني سقف سقفه. سقفه واحده. بص نايمين. سقفه واحده بس. طيب اللي سامعني سقف سقفتين. ماشي. طب اللي عايز يهج بره البلد يسقف 3 سقفات. عشان انا بقى كانت مظبوطه. هيودوها الدهر يا اساس على فكره. طيب اللي مستعد بقى ياخد منح مواد بالكامل ويسافر اوروبا سقف جامد قوي. لا انتوا نايمين والله العظيم نايمين. ايه بوينتر؟ ازيكم يا جماعه؟ احنا مبسوطين قوي ان احنا جينا بورسعيد، يعني بجد تحفه. لم اتوقع كده الصراحه، فاحب اشكر اساف ان هو جابنا هنا. اساف واخدنا معاه رايح جاي محافظات مصر كلها، فبنشوف كتير، وبنات بورسعيد حلوين قوي، فما شاء الله يعني. وعمر غالبا مش في القاعه، بس الاورجنايزر عمر خدنا امبارح كده لفينا لفه حلوه وكلنا ايس كريم اسمه عمر. احنا كلنا ايه امبارح؟ سقف العمر. كلنا ايه؟ كاساته جامده قوي، يعني السكر ضارب في نفوسنا من الصبح، فاحنا جايين فايقين بسبب الكاساته دي. عاملين ايه يا جماعه؟ creative practices او activity، فاعملوا سيرش عليها. بعد كده من الخبره اللي خدتها قبلها لقيت انه عرفت ان في حاجه اسمها communications which is مش معروفه برضه في الشركات. يعني دايما في الشركات يقول لك سوشيال ميديا ماركتير، صح؟ ديجيتال ماركتنج، ايفنت مانجمنت، كل الناس اللي فطرت الحمد لله اخيرا فطرتي بقينا بني ادمين. في طعم فطرتي ايه؟ حاجات صحيه خالص. ايوه وانا كمان بطاطس بالكاتشب، سندوتشات بطاطس بالكاتشب. انا فطرت تشيل اوت بالشوفان. فين الكاميرا؟ ابصوا فين؟ حاليا في بريك. احلى فول طعم من طعم زمان. بعمل ماركتنج بورسعيد، من قلب بورسعيد. افتحي دلوقتي هديكي قناه اليوتيوب. انت بجد ما عندكيش مشكله مع الفوتج دي؟ يارا الاموره بتحرج، بس مش مشكله عادي، هنتعود على ده. انا هعودها على الكاميرا وان هي تبقى كوميونيكيتيف قدام الكاميرا. اوكي. ازاي؟ بجد؟ بتستخدم حاجه ثانيه طيب؟ خالص؟ لسه شويه؟ ايه حصل معاك؟ take her if you want to help you. بروفيسور في هارفارد، في اسباير انستيتيوت at هارفارد يونيفرسيتي. هم معانا النهارده، هم بارتنر وكو فوندد للترابس بتاعتنا في المحافظات، ودي المحافظه رقم 8. وانا فخور جدا ان انا الومناي من الالومنايز بتوع So I'm not sure how much you know already, but Aspire Institute is a non-profit organization. We have some hubs around the world that are تعرفوا ايه عن البيرسونال براندنج عامة؟ اي حاجة بقى، اي كلمة واحدة. هوية. ماشي. هنكتب حاجة انت شاطر فيها. خلصنا يا جماعه، بس خلاص يعني فاضل لنا بس هنتصور كتيم اورجانيزرز بعد ما الناس تمشي وبس. بس انا تعبانه قوي وعايزه اروح، بس مبسوطه قوي باليوم بصراحه يا جماعه. ريت اليوم
قولوا هاي الفلوج وبعد كده ريت اليوم. ريت اليوم 10 وبوسه كمان. منا ريت اليوم. مريم اللي دوختنا عليها. ريت اليوم 10 من 10 ونجمه. ونجمه واحده قالت بوسه وواحده قالت نجمه. تحفه. كبير حلو. بصوا يا جماعه الحاجات اللي بوريها لبابا وماما اقرا ان انا بتكلم صح. والمصدر جدعانه مني ومن صحابي. مش جدعانه كل يوم كليه ناس. يا جماعه عملتوا ايه لما انا بقول لكم كبير؟ ده قرار صح. بيرفكت قرار. حاجه كنت تعمل. يا جماعه شكرا فور يور فاليديشن يعني. بصوا انت ما بتاخديش قرارات غلط عموما. ايوه. لا 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 كده كتير. احنا اعتمدناكي خلاص. مش الاثنين المفروض ان هم يعني عادي. تبعتيني على الميه انا عايزه افرج. تحفه والله. احنا دلوقتي اون ذا فيري المعديه ويز الجميله. دلوقتي لازم اوريكم البحر. يا جماعه انا سياحيه سائحه جدا والله العظيم. انا شحنت الكاميرا مخصوص عشان اصور بجد هنا. دلوقتي مروحين المفروض. وانا بجد بعرف معلومات جديده عن بورسعيد كل شويه وحبيت بورسعيد جدا بصراحه. ولما اروح هاكل وكده احتمال انزل اصور لكم فلوج بالليل او بكره بقى. اشوفكم بكره ان شاء الله عشان اصلا الكاميرا هتفصل فاشحنها. باي. هاي يا جماعه صباح الخير. امبارح الصراحه خلاص كنت رجعت تعبت وخدت يعني ميتنج كده ونمت. بس النهارده بقى خرجنا هنا في سبوت ان في بورسعيد في شارع فرح بيتش. مكان تحفه الصراحه. مش عارفه تسمعيني ولا لا بصراحه. قولوا هاي يا جماعه. فتحت الكاميرا. انا مش هكمل كده ازاي. وانا بصور في دهب كنت بعمل فلوج برضو للرحله. حد من اللي معايا قال لي شكلك اهبل قوي وانت ماشيه بالمايك. وانا اللي هو عادي على فكره. الناس بقى يفتكروني مثلا بعمل اسمه ايه الصحافه دول بيعملوا ايه اسمه ايه بيعملوا سبق. ايه سبق؟ شايفه السبق ده اللي هو سب توتال ريسنت. اوكي انتوا هتجيبوا ايه يا جماعه؟ انا برضو اصلا شكله ساتيسفاينج جدا. انا قلت الصوت ده جميل. مش حاطه حاجه. حاطه نشيل الاغنيه عشان محتاجه الشتات. انا عايزه افتح حوار الاغاني. واول ما كلنا اتجمعنا دخلنا جوه عشان نبدا نلعب لعبه. نورهان كانت بتخيرنا بين جريمتين. المفروض ان احنا الفايلز دي فيها يعني جريمه بشكل ما. فيها اوراق بقى المشتبه فيهم واوراق يعني اللي هي بتاعت التحريات. والمفروض ان في دلائل وحاجات كده بتوصلنا للقتل. هنا كنا لسه مش عارفين اي حاجه حرفيا. بنبدا كده اللي هو بسم الله نعمل ايه. والكلام كان تقيل شويه في الاول لحد ما بدانا ندخل جوه بقى اللعبه
ودخلنا جوه القصة عامة، وان احنا بقى نحلل بالدلائل بقى مين اللي ممكن يكون القاتل. وهنا كان في السكينة البينك دي كانت اللي اتقتل بيها الشخص المجهول اللي اتقتل، وانا طبعا بحاول استوعب وافهم ايه اللي بيحصل. الجريمة اللي احنا اخترناها كان اسمها فيلا 666 وكانت انترستينج جدا وفيها تفكير. مش هحرقها لكم بقى عشان لو جيتوا لعبتوا اللعبة دي تبقوش عارفين اي حاجة. بصراحة استمتعت جدا وانا يعني بلعبها، لان كان فيها كمان كان الموضوع كان تيم وورك اكتر، ان كل واحد بيقول السيناريو بتاعه واللي بيفكر فيه واللي ممكن يكون صح، وتحليلاتنا كلنا من الورق اللي قدامنا مختلف وفي نفس الوقت بيكمل بعض. هنا الموضوع بقى دخل في الجد وبدأنا نقرا اوراق التحقيق. هي بتبقى زي سكريبت كده في اللي حصل جوه التحقيق بالظبط واللي اتقال، وده بيجيب لنا الدلائل بقى نستعملها في حل الجريمة. كنت بحاول بقى اجمع اي معلومة عشان احلل واعرف مين القاتل، بس بصراحة يعني بالتيم ورك كانت احسن. يعني كل لما كان بيقول وجهة نظر كنت بتفاجئ كل شوية. هنا الوقت كان قرب خلاص، ونورهان كانت متحمسة جدا ان هي تقول لنا مين القاتل، واحنا كنا المفروض نقرر خلاص قرار نهائي. واحنا كنا عندنا سيناريو كده في دماغنا، وبعد كده شقلبناه خالص في اخر الوقت عشان دليل واحد بس. بصراحة والحمد لله ان احنا عملنا كده عشان طلعنا صح في الاخر، وانا كنت متوترة جدا وحاسة اللي هو يا رب نطلع صح. والنتيجة النهائية اللي احنا كلنا عارفينها ان احنا جبنا القاتل صح. وادعوا لي يا جماعة المرة الجاية افتكر افتح المايك عشان الصوت. طلعنا قعدنا برا عشان كان في جروب تاني داخل يلعب نفس اللعبة اللي احنا لعبناها، وجابوا شطرنج. وبصراحة انا بعرفش العب شطرنج، وجربت اتعلمها قبل كده بس ما عرفتش، ففقدت الشغف يعني، وقلت اتفرج عليهم لحد ما نجيب اونو نلعب كلنا. بصراحة كنت منبهرة بيهم يعني ما شاء الله. هاي تحفة يا جماعة. بصراحة انا لو من بورسعيد عامة هاجي هنا كتير جدا جدا عشان السيستم بتاعهم حلو وكده حاجة. يعني المكان كمان كوزي جدا واجي اقعد فيه اللي هو اذاكر بقى ابقى productive فيه. اجي اقعد فيه مع صحابي برضو. وهي الفكرة بس ان هو coworking space، ففي ناس كتير قوي قاعدة بتذاكر وقاعدة بتشتغل، فما كانش ينفع نعلي صوتنا او حاجة كده. فاللي هو لما بنعلي صوتنا يعني بيجي ينبهنا واحنا اصلا قاعدين يعني صوتنا عالي جدا فعلا. بس يا جماعة مبسوطة بصراحة، وحاسة الفايبس از فايبنج وعندي كده طاقة غريبة وقاعدة عمالة اللي هو انا اعرف ناس من هنا كمان. كان في سبيكر كانت امبارح في الايفنت، هي صاحبة المكان هنا، فعارفين كذا حد من هنا برضو. فدي حاجة يعني كانت لطيفة بصراحة، فنسلم على ناس كل شوية وكده. بس يا جماعة وهنقعد لسه شوية وهابديت يو تاني عملنا ايه وكده، عشان انا مش بلحق اتكلم معاكم والله. انا جيت قلت وانا داخله الريست روم قلت اتكلم معاكم كده اديكم شويه ابديت. الفلوج ده مش عارفه ازاي هاديتت يعني الطريقه، بس I know يعني it's gonna be good. بس see you يا جماعه. قعدنا نلعب اونو لحد ما نتجمع جوه الروم تاني، ودخلنا عشان نلعب لعبه جديده. اتفرفشنا شويه بقى عن جريمه القتل وكده. اللعبه دي لعبه تخمين، وبنخمن شخصيات، يعني بيجيلنا صفات كده وبنخمن الشخصيه. الصراحه اللعبه دي بالنسبه لي يعني was the most fun، وعشان قعدنا نضحك في حاجات كتير قوي، لان الشخصيات يعني شخصيات عارفينها، وفي شخصيات بتضحك اصلا، والتخمينات بتاعتنا اصلا يعني بتبقى اللي هو ايه عشوائيه قوي، كانت بتضحك بصراحه. كان نفسي الصوت يبقى موجود عشان اسمعكم يا جماعه. بس خلاص ادعوا لي يا جماعه ابقى شغل المايك بعد كده. وحتى هتاخدوا بالكم ان انا مبسوطه هنا قوي ومنشكحه عشان كنت يعني احنا كنا المفروض ان احنا التخمينات الصح دي كانت بوينتس لينا المفروض في وقت معين، فاحنا يعني كنا ما شاء الله علينا. يعني كان 2 مننا بس اللي كانوا بيجاوبوا كل حاجه، الباقي قاعدين كده. اول ما خلصنا بقى قلنا نقعد بقى قعدة تيم حلو كده. هقولوا يا جماعه هاي الجيم ماستر بتاعنا، وقعدنا بقى نتكلم مع بعض، نتعرف على بعض ونتكلم على الايفنت
والحاجات اللي حصلت، وبصراحة كان بوندينج مومنت خطير واتبسطت فيها جدا. مروحين ناو. ده الفلوج يكون خلص، واتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بالفلوج ده حتى لو شوية صغيرين، وان شاء الله اشوفكم في فلوجات كتير جاية وفيديوهات كتير جاية ان شاء الله على الشانل دي. يعني ما تنسوش بقى لايك سبسكرايب وحطوا النوتيفيكيشن عشان يجيلكوا لما انزل اي حاجة. وبس يا جماعة، باي باي.